السلام عليكم. أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت صباح الجمعة هجوما كثيفا بصواريخ ومسيرات أصابت منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس طالب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده. وقال السلاح الجوي الأوكراني إن روسيا أطلقت 6 صواريخ كروز من طراز كاليبر وحوالي 35 صاروخا موجها من طراز S-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا، واستخدمت 7 مسيرات من نوع شاهد. وأضاف في بيان: العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا. وفي هجوم الصباح دوت صافرة الإنذار من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال ساعات الذروة صباح الجمعة، فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحث السكان على الاحتماء. قال شهود من رويترز ومسؤولون إن دوي انفجارات ترددت في العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها يوم الجمعة. وأفادت إدارة مدينة كييف بأن قوات الدفاع الجوي تنشط في العاصمة. ونقلت رويترز عن ماكسيم مارتشينكو حاكم منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد طيران العدو في الأجواء والسفن التي بوسعها حمل صواريخ كاليبر في البحر. أطلق العدو الصواريخ سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية. وأضاف: من فضلكم لا تتجاهلوا صافرات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا. وفي غرب أوكرانيا قال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضا في منطقة خيميلينسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي ومنطقة دينيبرو بيتروفسك في وسط البلاد. وقال يوري إهناتس المتحدث باسم سلاح الجوي للتلفزيون الأوكراني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 5 طائرات مسيرة من أصل 7 و5 صواريخ كاليبر من أصل 6 أطلقت كلها على أوكرانيا. أما فيما يخص القضية المغربية الجزائرية، اتهمت الجزائر رسميا المغرب بتحريك عملاء ومستشارين ومسؤولين في الخارجية الفرنسية من أجل دفع الحكومة ماكرون نحو قطع العلاقات بين باريس والجزائر. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن المصالح الفرنسية لم تعد تخفي مناوراتها بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقة الجزائرية الفرنسية. جاء ذلك عقب ترحيل الناشطة السياسية والصحفية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا بتدخل مباشر من السفارة الفرنسية وبموافقة من الرئيس التونسي قيس سعيد. ورغم أنها ناشطة سياسية، قالت الوكالة الجزائرية إن أميرة بوراوي امرأة ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية. وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لمخابراتها وبات هدفها واضحا. فالفقرة الأخيرة من مقالة الوكالة الجزائرية والذي يظهر وكأنه تدوين يتهم مسؤولين في الخارجية الفرنسية بالولاء للمغرب، بحيث جاء في هذه المقالة: الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين ومخابراتيين وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمغرب. وأضافت المقالة: إنه لمن المؤسف رؤية كل ما يتم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين. ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو. لم يكن هناك تصريح أو موقف من وزير خارجية ولا من مسؤول في الدولة، وكأن ماكرون يخدع الجزائريين وفي الأخير فعل ما يحلو لهم دون مشاورتهم، يعني أن ليس هناك لا شراكة ولا ندية. حتى الاتفاقيات التي وقعت بينهم كانت ضعيفة. ربما تكون هذه إشارة من فرنسا للجزائر أو رسالة للمغرب لمحاولة الصلح، والأيام ستبين ذلك. وإلى اللقاء في أخبار أخرى. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم.